ونروح لتاني أقوى مسلسل أنمي في القايمة دي، في المركز الخامس أحد أعقد مسلسلات الأنمي زيب بانك. ده بقى الأنمي اللي لازم أتفرج عليه. قصته بس قوية وتشد جامد، وبدايته قوية ومعقدة، ونهايته أكثر تعقيدا من بدايته. ومش هتشوف نهاية القصة في الأنمي لأن تكملته في المانجا اللي نزلت سنة 2000، بينما الأنمي اتعرض في 2004. والأنمي حربي بامتياز وكمان خيال علمي، وأحداثه في الألفينات لما تيجي السفن الحربية اليابانية تدخل في مثلث برمودا أو حاجة زي كده. المهم إنهم فجأة كده هيلاقوا المدمرة دي بتعدي من جنبهم، والكل هنا اتصدم. طبعا المدمرة دي اسمها ياماتو، تقريبا أقوى مدمرة في الأسطول الياباني أيام الحرب العالمية الثانية. وبعد ما غرقت في 1945 بحاجة بسيطة كده فاز الحلفاء بالحرب. انتوا متخيلين شعور أصحابنا لما شافوا المدمرة دي طافية عادي كده؟ وهيكتشفوا بأنهم رجعوا بالزمن ل 1942 قبل أحد أقوى المعارك البحرية ما بين اليابانيين والأمريكان اللي استمرت لأيام. دي بس المقدمة، لسه ما شفناش حاجة. فهيقرر أصحابنا في الخفاء إنهم يغيروا في مسار الحرب حتى لو حاجة بسيطة، علشان ما يحصلش المآسي اللي حصلت في هيروشيما وناجازاكي والمآسي التانية. بس عملوا تغييرات وحاجات فوق تصورهم، ومعرفش أكتر من كده لأني لسه هشوفه. إزاي أنمي جبار زي ده مش معروف خالص ومنسي؟ أنا ما شفتش حد قبل كده بيتكلم عليه خالص. ممكن علشان ما فيهوش قوة خارقة والعك ده. الأنمي ده فيه فكر ومبادئ الأبطال هتلعب دور كبير، وكمان قصة قوية وكل حلقة تشدك أكتر من اللي قبلها. هي دي فعلا الأنميات اللي تستحق الواحد يتفرج عليها. ولا أنتوا إيه رأيكم؟